السلام عليكم. مساءكم كله كرة مع جبل. اهلا بكم في حلقة على السريع كده نتكلم فيها على اللي حصل في ماتش الزمالك امبارح، الزمالك وسموحة. اللي كان فيها يعني اكتر حاجة الاخطاء التحكيمية الكتير. ابراهيم نور الدين كان خارب الدنيا امبارح، فخلينا نشوف ايه اللي تم في الماتش امبارح. الماتش امبارح بدأ بين الزمالك وسموحة. في اول دقيقتين حسام حسن في كورة جوه ال 18، عبد الغني بيدوس على رجله مكان ما يدوس على الكورة، يعني داس على وش رجله بدل ما يخش على الكورة أصلا. فعلى طول المفروض تبقى ضربة جزاء، لا الدنيا مشيت عادي. ابراهيم نور الدين ما شافش حاجة اصلا وتمام، ما فيش اي مشكلة. الفار نداله بعد كده بعد ما الكرة طلعت اوت، نداله راح بس على الفار، عاد مرة واثنين وثلاثة وقال لك الكرة ما فيهاش حاجة والعب، مش ضربة جزاء. مع ان تقريبا من امبارح لحد النهارده ما فيش حد من خبراء التحكيم ما قالش ان الكرة دي ضربة جزاء وش، واقل حكم في العالم هيحسبها ضربة جزاء وانذار كمان. يعني اقل حكم لسه عارف حاجة عن التحكيم اول امبارح هيقول لك دي ضربة جزاء وانذار، غير بقى اخطاء التحكيمية كتير. ضربة الجزاء اللي جت للزمالك اللي في ناس بتقول عليها مش ضربة جزاء، بغض النظر بقى هي لمسة الايد او مش لمساها، بس مش ده موضوعنا. هو كان في اخطاء كتير امبارح من ابراهيم نور الدين واخطاء في ادارة الماتش كتير جدا. احنا بعد ما تقدمنا 3 4 5 خطوات آه، في التحكيم في مصر عامة لقدام، ماتش امبارح ده رجعنا 15 خطوة لورا تاني. يعني احنا بعد ما طلعنا 4 5 خطوات قدام وابتدى التحكيم يتظبط في مصر، مش قوي بس بقى احسن من الاول بخمس ست خطوات قدام. ماتش امبارح دوت رجعنا 10 خطوات او 15 خطوه تاني لورا، كانك يا ابو زيد ما غزيت، ما عملناش اي حاجه جديده. بس بقى بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه اللي الكل اتكلم عليها واللي اكيد لازم يكون في وقفه مع الحكم دوت باللي هو عمله، اللي هو ابراهيم نور الدين طبعا. مع اني مش عارف ازاي تطلع منه اخطاء زي دي، المفروض حكم دولي وحد تقيل يعني، ما اعرفش تطلع منه الاخطاء دي ازاي. فاكيد هيبقى في معاه وقفه جامده على اللي هو عمله امبارح. بعيد عن دوت، الزمالك امبارح بيبتدي يرجع للانتصارات تاني بعد سلسلة اخفاقات كتيرة جدا، بقاله فترة مش في مستواه. امبارح الشوط الاول عمل شوط اول حلو جدا، جاب جون شيكابالا، بعدين جولين زياد زيزو، وبعدين ضربة جزاء اصلا كان مضيع زياد احمد سيد زيزو قبل ما يجيب الجونين بتوعه. فلا الزمالك عمل شغل حلو امبارح، هاجم لعب، كان عامل شغل حلو جدا امبارح في الشوط الاول. شيكابالا كان فايق جدا امبارح، وزيزو برضو كان شغال كويس. الزمالك بغض النظر عن المشاكل اللي فيه بيحاول يفوق وبيحاول يرجع، وكان عامل شغل حلو امبارح فعلا في الشوط الاول. اي نعم الشوط الثاني كان مستوى مش قد كده، وسموحه ابتدت كانت ماسكه كوره شويه وبتلعب حلو، حتى جابت جون في الاخر عشان الماتش يخلص 3-1. انا شايف ان الزمالك يعني ابتدى يرجع لمساره الصحيح حتى لو بنسبة قليلة، وده يبتدي يطمن شوية جمهور الزمالك. وان دوت برضو يعني ما يطمنش الواحد على إدارة الزمالك. هي إدارة الزمالك قاب قوسين او ادنى من ان هي ترحل خلاص. انا شايف والكلام اللي بيدور ان إدارة الزمالك فعلا هي بتلفظ انفاسها الاخيرة في الفترة ديت. انا شايف ان هي مش هتكمل كتير إدارة الزمالك. بس كده، ومبروك لجمهور الزمالك طبعا، وهارد لك لسموحه، وان شاء الله تكون ديت كده عوده للمسار الصحيح وللانتصارات لنادي الزمالك مره تانية. كان معاكم جبل، اشوفكم حلقه جديده.